السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا جمهور السعودية العظيم النهارده مباراة كبيرة جدا، إن شاء الله يقدر يفوز بها المنتخب السعودي. الجمهور اللي حاضر بقوة وبيدعم المنتخب السعودي متجه إلى استاد المدينة التعليمية لحضور مباراة طبعا السعودية وبولندا. زي ما انتم شايفين الأجواء داخل محطة مترو الدوحة. وينه سوري معلش. ايه يا راجل. سوري مؤاخذة. ابو ياسين الغالي حبيبي، طبعا اجواء جميله جدا هنا من داخل محطه مترو الدوحه لحضور ان شاء الله مباراه السعوديه على بولندا باذن الله. حبيبي يا شعبان يا عبدو عسل. جمهور كبير الله. بولندا هتتنفخ النهارده. على الاجواء. على الاجواء. التلفزيونات طبعا بتصور وانه نعيد ذكريات 94 لما كنت انا موجود.
طبعا مشجع مصري شجع اليوم بيشجع منتخب السعودية. الشعراني لكن فيه رجال، فيه العمري، فيه نواف العابد، فيه العويس، في كل اللعيبه اليوم، النجعي، في كل لعيبه الاخضر. انه ان شاء الله اليوم نتاهل ولا ننظر لمباراه المكسيك بمشيئته ان شاء الله ان شاء الله. مشجع مصري حبيبي اليوم جاي تشجع السعودية والسند منتخب السعودية طبعا أكيد. ان شاء الله اكيد إن شاء الله تفوز بإذن الله منتخب السعودية بإذن الله. طبعا الأجواء جميلة هنا، أجواء مونديال كأس العالم. كل مباراة بتحضرها طبعا في المونديال ده حاجة جميلة جدا. حبيبي يا أبو أحمد يا عسل، كيف حالك؟ طبعا الأجواء قبل المباراة أجواء جميلة جدا، جمهور كبير حبيبي يا محمد كيف حالك؟ أبو يمنى يا عسل. Nie ładuje złośliwa w kieszeni, nie jest po co. Sing, sing, kochałam go. حبيبي يا ابو ادم، حبيبي يا ابو ادم، عامل ايه يا احمد عمار؟ احمد عمار يا عسل، كيف حالك يا ابو ادم يا عسل؟ والله وحشني كتير يا حبيب قلبي. سعودية. الاستاد طبعا بعيد جدا. منتخب تونس، هنتكلم بقى شويه على منتخب تونس اللي خسران 1-0 لحد الان. منتخب تونس عشان خاطر بس محدش يقول ان هو خسران وما اداش وما لعبش، لا هو الراجل لحد الان منتخب تونس لحد الان وهو بيضغط جدا على منتخب استرالي. ومنتخب استراليا طبعا منتخب مش سهل جدا، ولكن هي دي امكانيات المنتخب التونسي، ولغايه دقيقه وهم ضاغطين جدا على منتخب استراليا. ومنتخب استراليا بتدافع وبتهاجم على المرتده، يعني حتى المهاجمين بتاع منتخب استراليا شاهدنا المباراه طبعا من داخل الاستاد، ولكن منتخب استراليا بيتراجع بسرعه لان هو متقدم بهدف وعايز يحافظ على الهدف، مش عايز يتعادل او يخسر مباراة، ولكن طبعا حفاظا على الهدف لان المباراة تهمه ومحتاج ان هو يحافظ عليها، والثلاث نقاط طبعا تهمه. ولكن ان شاء الله يقدر المنتخب التونسي يعوض الهدف ويتعادل ويبقى كده عنده نقطتين. والمباراة القادمة امام فرنسا صعب جدا، طبعا صعب جدا.
صعب جدا يعمل حاجة أمام فرنسا يعني. دخلت الاستاد بعيد، دخلت الاستاد بعيد جدا، بس الأجواء جميلة يعني، الأجواء جميلة جدا. شايفين جمهور كبير جدا للمنتخب السعودي. ان شاء الله النهارده يقدر يفوز على منتخب بولندا ويتأهل من دور المجموعات ان شاء الله لدور ثمن النهائي. طبعا بالنسبه لقطر نتكلم شويه بقى ايه، نتكلم شويه على المنتخب القطري. منتخب قطر خسر بالامس امام السنغال، ولكن المنتخب القطري دخل البطولة وهو غائب معنويا. كان اللعيبة طبعا خايفين جدا، لعيبة منتخب قطر كانت خايفين جدا من كل مباراة يلعبوها، والأداء ما كانش مميز بعد تجهيز وتحضير منذ 12 سنة، منذ 12 سنة. ولكن هي لعيبه امكانياتها كده يعني. حتى اول مشاركه ليهم في مونديال كاس العالم او اي مشاركه في بطوله كبيره زي مونديال كاس العالم، فكان صعب عليهم جدا. خسرت امام السنغال، ولكن هو خلاص يعني تقدر تقول ان هي ودعت البطوله في من خلال المباراة اللي فاتت. والسنغال طبعا عندها المباراة القادمة أمام هولندا، وطبعا المباراة هتبقى صعبة للسنغال. بالنسبة لهولندا هي فازت المباراتين، ولكن اتعادلت قدام الأكوادور اتعادلت أمام الأكوادور. ولكن يعني احنا نقدر نقول الفرقتين المترشحين هي الأكوادور وهولندا. زي ما احنا قلنا في بداية المجموعات كنا مستبعدين طبعا السنغال ومستبعدين قطر وإن شاء الله بإذن الله احنا مع المنتخبات العربية. طبعا تونس بقى نقدر نقول هي ودعت برضو البطولة بعد خسارتها المباراتين. احنا املنا في المنتخب السعودي، املنا في المنتخب السعودي. طبعا في مكان للعائلات وفي مكان طبعا مدخل الجمهور طبعا اهو. جو اساسا حر جدا. طيب ان شاء الله باذن الله كده هنقفل البث المباشر، واحنا كده ان شاء الله داخل جوه الاستاد، وهنصور باذن الله كل شيء من جوه. وزي ما قلنا لكم ان شاء الله هنعمل تغطيه من داخل الاستاد ومن خارج الاستاد باذن الله. اشوفكم على فيديو جديد، وما تنسوش تدعموا الفيديو والبث بلايك وشير علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله.